تعالى جميع هذه الحلقات وأيضا مواد علمية أخرى قيمة. هذه دعوة للتواصل مع هذا الموقع المبارك. فضل الشيخ الأخ محمد أيضا في قول الله تبارك وتعالى: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة. الكلمة الطيبة هنا في أصح أقوال أهل العلم المراد بها قول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. فما من خير إلا وهو ناجم عن هذه الكلمة. والأخ محمد فسرها بالكلمة الطيبة الحسنى إلى الناس، وهذه تحتمله الآية. وهذه الكلمة الطيبة التي نقولها للناس ولها أثر طيب هي مستقى أصلا من لا إله إلا الله، فهي الأصل. ولهذا سماها الله جل وعلا شجرة، والشجرة لها فروع لها أغصان، فكل قول نقوله وفعل نأتيه مما يرضاه الله ناجم عن هذه الشجرة. ألم ترى أسلوب استفهام تقريري، كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كافة التشبيه، شجرة طيبة أصلها جذرها ثابت أي في الأرض وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فالمؤمن لن يعدم خيرا في حياته ما دامت الروح تجري في البدن والدين مستقر في القلب والطاعة ثابتة نابتة فيه، فإن الحسنات تدر. إن قام حمد الله، وإن جلس شكر، وإن طعم شكر الله، وإن ذهب إلى المسجد كتب له أجره، وإن أدخل يده في جيبه وأعطى كتب له أجره، وإن شمت عاطسا كتب له أجره، وإن رد سلاما كتب له أجره، وإن أرضى والديه كتب له أجره، وإن علم في فصله كتب له أجره، وإن أحسن إلى زيد أو عمرو كتب له أجره، وإن تقلب على فراشه دعت له ملائكة الرحمن ويستغفرون للذين آمنوا. فلن يحرم الخير أبدا، وهذا كله بسبب دخوله في الدين، والدخول في الدين لا يتم إلا بالشهادتين وبداية بتوحيد الله تبارك وتعالى. فكل شيء فرع عن هذا الأصل العظيم كلمة لا إله إلا الله. ولهذا مر معنا أن بعض أهل العلم قال في قول الله جل وعلا: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. قال ابن عباس: نعمل صالحا أي نقل لا إله إلا الله. لا إله. فالله جل وعلا من أجل هذه الكلمة نصب الموازين وأقام البراهين وبعث الرسل وأنزل الكتب، كل ذلك من أجل هذه الكلمة العظيمة. فتح الله